اسمع القصة دي معايا لأن فيها حكمة جميلة جدا. في مرة من المرات هرب حصان من رجل فلاح بسيط، وللأسف الراجل ده ما كانش عنده غير الحصان ده. فأهل القرية قالوا إن حظ الراجل ده وحش جدا لأن ضاع منه حصانه الوحيد. لكن رد عليهم الرجل البسيط ده وقال لربما. وفي اليوم التاني جه حصانه ومعاه 6 حصنة تانيين. فأهل القرية قالوا إن الحظ لعب مع الراجل ده، لكن رد عليهم الراجل وقال لربما. وفي نفس اليوم ابن الراجل البسيط ده ركب على حصان جديد من الحصينة اللي جت، وللأسف وقع واتكسرت رجليه. فأهل القرية قالوا إن الحظ بقى وحش تاني مع الراجل ده، لكن رد عليهم الراجل البسيط وقال لربما. وفي اليوم اللي بعده جت جنود وأخدت شباب القرية كلهم، عشان كانت البلد ساعتها داخلة على حرب ومحتاجين جنود كتير. فساعتها أخدت الشباب كلهم ما عدا ابن الراجل ده، وده بسبب إن رجليه مكسورة. فحسدوه